العربية، وكانت عندنا يعني مناطق يعني فيها انتهاكات صارخة وضخمة جدا للانتهاكات، ومناطق فيها يعني بالإمكان التعامل معها. فكان عندنا مثلا مصر والجزائر والمغرب، السعودية، مناطق يعني فيها انتهاكات صارخة. ليبيا كانت في تلك الفترة. فبدأنا نشتغل على هذا الموضوع، نشتغل على الآليات الأمم المتحدة وجمع المعلومات، نعمل من داخل الدول. عندنا مصادر كثيرة، أصبحت يعني الدول هذه تتعاون معنا، وجدنا آليات كثيرة. نحن نحصل مجموعة كبيرة من المعلومات عن حالات في السجون، حالات يعني خارج السجون لكنها مسجونة من السفر. فبدأنا نبحث. هل هناك بلدان بالخصوص ترون أن وضع حقوق الإنسان فيها مقلق أكثر من غيرها؟ الآن في المرحلة الحالية يعني أعتقد أنها عندنا يعني السعودية يعني أعتقد أنها تعتبر الآن رقم 1، وهذا بتقارير الأمم المتحدة الآن، وحتى بعض المحللين السياسيين يعني في الآونة الأخيرة بدأوا يتحدثون. كان آخر اجتماع لنا في باريس في المفوضية في هيئة الاعتقال التعسفي يناقش هذا الموضوع، وأن وضع السعودية وضع يعني مقلق جدا الآن بسبب أنها يعني الأعداد الكبيرة التي في السجون. الأحكام اللي صدرت أخيرا يعني تدل دلالة قاطعة أن النظام أو الحكومة في السعودية يعني ليس لأي إنسان اعتبار عندها لا من قريب ولا من بعيد. يعني إحنا قدمناها كلها في تقارير للأمم المتحدة، ونسعى إن شاء الله أن إحنا يعني أنا أعتقد أن السعودية هي الآن الإشكالية الكبيرة في هذا الجانب، يعني في هذه المرحلة ما بعد الثورة العربية.